السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده بقى فيديو مختلف هنعمل فيه كده منيو الاكلات الاسبوع، يا رب يعجبكم. في اكلات اقتصاديه كتيره وموفره. يلا بينا نقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين. اول اكله معانا يا بنات هي طاجن الفراخ بالخضار، اكله مغذيه، بروتين وخضار، وكمان عملنا جنبها رز معمر او رز مدسوس. طريقتها سهلة جدا. بتجيبي بصلة وتخرطيها وتنزلي عليها بالتوابل، فلفل اسود وكمون وسبع بهارات وبابريكا، وبتفركي البصلة كويس قوي مع التوابل. بعد كده بتقلبي الخضار بتاعك. انا مقطعة بطاطس وجزر وكوسة، لو انت حابة تحطي اي خضار تاني تمام. بعد كده بتقلبي بقى كل الخضار بتاعك، والفراخ تكوني غسلاها ومنشفاها او مصفيها كويس جدا، وبتقلبي الفراخ والخضار كله مع بعضه، وتحطي معلقتين صلصة او 3 طماطمات كده تضربيهم وتحطيهم على الطاجن بتاعك وتدخليهم الفرن. والفراخ بتاعتي كانت فراخ بيضة صغيرة، ما بتاخدش وقت. اما الفراخ بتاعتك لو فراخ امهات يبقى كده تغطي البريم بتاعك، وكمان ممكن تزودي له كوباية مية من وقت للتاني على حسب الفراخ بتاعتك. تمام. انا هنا طبعا دسيت كده برام رز جنبي بما اننا هنولع الفرن، فيبقى الاكل كله في الفرن مع بعضه. ما تنسوش اللايك يا بنات، ويلا بينا ندخل على الاكل اللي بعد كده. انا عملت الاكل اللي بعد كده سمك مشوي. طبعا اعملي النوع اللي يعجبك، انا كنت جايبه سمك بوري، وممكن تعملي بولتي، ممكن تعملي شخورة، اي نوع سمك. طبعا انتي بتشويه في الفرن او على صاجة على البوتاجاز او في الفرن البلدي، الطريقة اللي تعجبك والسهلة ليكي اعمليها. عاملينه طبعا بالردة وسهل جدا. وكمان شوية البطاطس ديت في الفرن، طريقتها سهلة جدا. بتجيبي البطاطس البيضة اللي بتكون مرملة، وترشي عليها معلقتين زيت وكمون وفلفل اسود ومعلقة من البابريكا، وترصيها في صينية وتشويها كده مع السمك في الفرن. وكمان شوية بتنجان وحملاله دقة كده بالثوم والكمون والليمون، ورشة كده زيت فوقيها، او مش مهم زيت براحتك برضو. وعاملة طبقين سلطة زي ما انتوا شايفين. طبعا بتشوي السمك بتاعك بالردة، وبعد ما بيستوي بتعملي له بقى الخلطة الجميلة بتاعته بالثوم والليمون وقرن كده من الفلفل، وتهرسيهم مع بعض. وبعد كده بتعصري عليه ليمون وكمون وطبعا الملح، وبتدوبي الخلطة دي في كوباية كده من المية، وترشي الخلطة بتاعتك على السمك بتاعك بعد ما بتشوي. وزي ما قلت لكم البطاطس انا شوياها هي والبتنجان كله كده في الفرن مع بعضه يعني في الفرن. تمام. أكلة سهلة وكمان موفرة، وفرتي في الزيت هنا بقى الأكلة التالتة معانا فراخ. طبعا أنا كنت سلقاها علشان كنت عايزة أعمل ملوخية، وقلياها كده أو محمراها بالفيجيتار والبقسماط. زي ما انتوا شايفين عملنا جنبها ملوخية خضرة وكمان رز أبيض. أكلة سهلة وبسيطة خالص. بتسلقي الفراخ وتحمريها بالفيجيتار، وكمان بتعملي كده طبقين حلوين ملوخية جنبهم، وتعملي طبق رز او تدسي رز او رز بالشعرية، او تعملي رز محمر حباية وحباية، يعني اللي يعجبك. أكلة بسيطة وسهلة. الأكلة اللي بعد كده يا بنات أكلة كده شعبية، عملنا بقى مسقعة، وأكلة بسيطة خالص يعني مش مكلفة. بتجيبي البتنجان بتقطعيه شرايح يا مكعبات زي ما أنا عاملة، وبتقليه. وبعد ما بتقليه بترشي على الأول عليه رشة ملح كده، وتسيبيه شوية علشان ما يشربش الزيت معاكي. تمام. بعد كده بتقليه، وبعد ما بتقليه بتقلي الفلفل، وبتفرمي كده معلقة توم، وبتعملي له الصلصة بتاعته وبترشيها عليه، او بتنزلي البتنجان والفلفل في الصلصة. واكلة بسيطة وحلوة جدا. عملت جنبها طبق كده شيبسي للاولاد، وكنت قليه برضو في البيت، وخيار ومخلل او ترشي، وكمان سلطة، وقطعت جنبيه بطيخ. هنا بقى عملنا كده سندوتشات الشاورما
وكان طعمها حكاية. سهلة جدا يا بنات، مش بتاخد وقت خالص. وكنت عاملة معاكم العيش الصاج دوت في برضو في فيديو تاني. وعايزة اقول لكم بقى الفيديو كامل على القناة، وهسيب لكم اللينكات بتاعة الفيديوهات في اول تعليق مثبت او في صندوق الوصف اللي هو مع عنوان الفيديو. الشاورما بتاعتنا جبنا صدور الفراخ وقطعناها تقطيعة صغيرة، وتبلناها بملح وفلفل اسود وليمون وسبع بهارات. وفي بهارات شاورما لو متوفرة عندك بتحطي منها معلقة صغيرة، وكمان معلقتين من اللبن الرايب او الزبادي، وبتقلبيهم كلهم مع بعض. وبتسيبي الشاورما بتاعتك او الفراخ بتاعتك في التتبيلة 10 دقايق او ربع ساعة لو انتي مستعجلة. وبعد كده بتسويها وبتلفيها في السندوتشات زي ما انتي شايفة. طريقتها سهلة جدا. هنا بقى أكلة تانية برضو، أكلة بسيطة. عايزة أقول لكم بقى الأكل ده بيأكل ومشبع جدا، وكمان مش مكلف خالص. يعني تعملي كده أكلة منه أو أكلتين في الأسبوع هيوفر عليكي كتير جدا. هنا كنت عاملة بطاطس مسلوقة، كنت هرساها كده. وكنت عاملة فول، كان عندي فول فلفل ليزر فطلعت كيس عملته بالطماطم. عملت سلطة وخس. يعني أكلة سهلة جدا. البطاطس يا جماعة أنا هرست طبق كده سادة من غير خضار، وطبق حطيت عليه شبت، وكمان شويت بتنجان وحطيت عليه طماطم، وعملت له دقة كده حلوة بالثوم والليمون والتوابل. ودي كانت أكلتنا بسيطة ومش مكلفة خالص. ممكن تستبدلي طبق الفول بطبق تونة لو عايزة. الأكلة اللي بعد كده طبق مكرونة، وعملنا جنبيه بيض مسلوق، وعملنا بطاطس مقلية وسلطة ومخلل، وكمان عملنا شوربة بطاطس طعمها حلو جدا. ممكن تعمليها بشوربة وممكن تعمليها بمية، بس تحمري البصلة كده بمعلقة زبدة علشان يبقى طعم الشوربة بتاعك حلو. ولو عندك شوربة لحمة او شوربة فراخ بتزوديها بيها، وبتتبلي الخضار بتاعك بملح وفلفل اسود بس مش اكتر من كده. ودي طبق بطاطس. كان عندي كده بطاطس مسلوقة في التلاجة، طلعت كام واحدة كده حمرتهم. ودي كانت اكلتنا برضو اكلة اقتصادية. يا رب الفيديو بتاعنا يكون مفيد وتستفيدي منه ولو بكام اكلة. ما تنسيش تشتركي في القناة وتضغطي لايك لو عجبك الفيديو. وكمان ممكن تعملي بقى عصاير مع الاكلات ديت. عصير مثلا برتقان، عصير فراولة، اي نوع عصير متوفر عندك، عصير جوافة، مانجا، اي عصير عندك. وكمان ممكن تقدمي بعد الوجبات او مع الوجبات فاكهة المتوفر عندك